عسلامة البنات، شنو حوالكم؟ ان شاء الله يا ربي الكلكم تكونوا بألف خير وانتم تشوفوا في الفيديو متاع اليوم. الفيديو متاع اليوم ان شاء الله باش يكون غوسيت بعد ستوريات اللي حطيتها لكم على الانستغرام وعلى الفيسبوك. المساجات ما وقفتش، كلكم تحبوا على الغوسيت. اليوم ان شاء الله باش نشاركها معاكم وان شاء الله تعجبكم، واذا كان جربتوها ما تنسوش باش تبعثوا لي التصاور متاعكم. الروسيت هي عبارة على براونيز تشيز كيك، تو لايرز، طبقتين. الطبقة الأولى باش تكون براونيز والطبقة الثانية باش تكون تشيز كيك. دونك هوني بديت باش نحضر البراونيز متاعي باش نعملها بالطريقة الكلاسيك اللي أنا ديما نعملها. باش ناخذ 3 عظمات، 3 بيضات، باش نحط عليهم سكر فاني، وباش نحط عليهم كاس سكر. السكر تنجموا تتحكموا فيه، تحبوا تنقصوا والا تزيدوا براحتكم. وباش نحط نص كاس كاكاو، كاس غير بوع زيت ولا نص كاس زيت يكون نوتر، وكاس حليب يكون كامل. لهنا باش نخلط الميلونج نتاعي مليح مليح. من بعد باش نزيد عليهم 2 كيسين فرينه. كيسين الفرينه ما يكونوش معبين ياسر، ناقصين شويه، وعليهم مغرفتين صغار كاملين خميره متاع جاتو. لهنا باش نحرك الميلونج نتاعي بالباهي كما تشوفوا بالطريقه هذه من الفوق للوطه حتى لين كل شيء يتجانس مع بعضه. هنا كنت محضره المول نتاعي نتاع تشيز كيك، فرش تحته فرش بلوتو من اللوطه بابي كويسون، وسكرت عليه. نتأكد انه ما يتسربش يعني الخليط متاعي كيف نحطه، خاطر ساعات يبدا ماهوش مسكر بالباهي. وباش نحطه من نص ساعه لساعه غير بوع في الفور على 180 درجه. لهنا باش نحضر الميلانج متاع التشيز كيك متاعي. حطيت 2 اظرف متاع كريم شانتيه، وحطيت عليهم نص إطرة حليب. خلطت مليح حتى ضعف شوية الحجم متاعهم. زدت عليهم قشطة، زبادي طبيعي، ياغورت ناتور، 2 كعبات جبن كيري كاري، وحطيت نستلي. النستلي اختياري، تنجموا تحطوا السكر في بلاصتو، يعني هوني ما حطيتش سكر. قعدت نخلط مليح مليح وزدت عليهم شوية كاكاو باش يعطيني اللون، حتى لين ضعف الحجم، وخليتهم يرتاحوا هكا على جنب. هوني طابت البراونيز متاعي كما تشوفوا. عملتها هكا على جنب شويه باش ما تكونش لصقت. تنجموا باش تختصروا ليتاب هذه تعملوا البابي كويسون داير بها يعني قبل ما تصبوا الميلانج. لهنا حليت المول متاعي وخليت على جنب خاطر باش نرجع نستحق لها. قصيت البراونيز متاعي بالطريقه هذه، ورجعت سكرت عليها المول، ولهنا باش نصب فوقها الميلانج اللي حضرته معاكم. دو بريفيرونس البراونيز تكون ارتاحت شويه، بردت شويه، والكريم بلوتو الميلانج متاع التشيز كيك تكونوا بردتوه شويه في الفريجيدير قبل ما تصبوه على البراونيز. تحطوها في الكونجيلاتور ليله كامله. لهنا من غدوه حليتها معاكم كيما تشوفوا ما شاء الله شاده روحها وطلعت مزيانه برشا. الزينة تنجموا تزينوها بالطريقة اللي نتوما تحبوها. يعني اخترت اني نعمل كاكاو، نرش عليها كيما هكا كاكاو، نغربلو بالصفية بالطريقة هذه. من بعد قصيتها دي مغسو، تنجموا تقصوها كروات صغار هكا اذا كنت تحبوا، والا بالطريقة هذه مثلثات. وزينتها بكعبة فخاز هكا من الفوق. ان شاء الله الريسيت متاع اليوم تكون عجبتكم. واذا كان جربتوها كما قلت لكم تبعثوا لي الفيدز متاعكم على الانستغرام، تلقاوه في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو. تو نقولكم بسلامه ونشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. باي باي.